بالتأكيد نحن ما بكفينا انه نعرف الملف الاكسل، نحن كمان لازم نعرف الصفحة يلي فيه. ناخذ هيك مثال صغير بس مشان التفرقة بين الصفحات. انا هون بالقرص F، داخل القرص المحري F هون انا راح اعرف او راح اجيب ملف اكسل جديد. هون جديد ملف اكسل، هون لاحظ اسمه مايكروسوفت اكسل ورك شيت. هالورك شيت هاد او هالملف الاكسل ورك شيت راح افتحه. بنلاحظ انه هو مؤلف من عدة شيتات، عدة ورقات. طبعا بالبداية بكون مؤلف من ورقة واحدة، بامكانك كون تعطيه بلاس ورقة تانية وثالثة ورابعة والعدد اللي انت بدك اياه وتعيد تسميتهم حتى. ولكن نحن هون في عنا ورقة واحد، ورقة اثنين، ورقة ثلاثة. حتى لو غيرنا اسمه، عدنا التسمية مثلا، راح سميها ام واحد مثلا. فهون تعتبر هي الترتيب الاول، الترتيب الثاني، الترتيب الثالث. نحن هون اذا كانت الخلية A1 تساوي 50 57، راح نغير هذا الاسم او هذا العنوان أو راح نغير قيمة هذه الA1 بقلب البرنامج الفيجوال ستوديو، بس مشان نشوف كيف بامكاننا نتحكم فيه. راح احفظ هي القيمة واسكرها وارجع على الفيجوال ستوديو. اذا نحن هون يا جماعة بعد ما انه نعرف الورك والعنوان، لازم نقول انه نحن بدنا الشيت رقم واحد او الشيت رقم اثنين او الشيت رقم ثلاثة مشان نتحكم فيها. فلهالسبب هذا لازم نقول له اكسل دوت، كمان ناخذ ورك، ناخذ ورك شيت، ورك شيت. تعالوا نعرفها اكس يساوي، هون راح نربطه بملف الاكسل نفسه. راح نقول له دوت اب دوت شيت او شيتس واحد، الصفحة رقم واحد. فهون الصفحة رقم واحد الاكس هي صارت عبارة عن الصفحة رقم واحد بملف الاكسل. يعني نحن راح نتعامل مع الصفحة رقم واحد وكأنها المتغير اكس. الآن إذا كان نحن راح نوصل للخلية رقم اللي تصنيفها A1، بإمكاننا نقول له x دوت رانج، x دوت رانج، بنفتح قوس وبين إشارتين تنصيص، بنكتب الموقع A1 سواء كانت الأحرف صغيرة أو كبيرة ما بتفرق. دوت، هلا أنا إذا كان بدي أغير قيمته فبقول له دوت فاليو. إذا كان بدي أغير قيمته فبقول له دوت فاليو. هذه القيمة تساوي، أنا بإمكاني آخذ ذا نص أو رقم أو أي شيء بدي إياه. إذا بدي آخذ ذا نص مثلا بدي أسميها محمد، بكتب محمد. لا إذا كان ما بدي إياها نص، بدي إياها عبارة عن رقم، بكتب له هنيك 57، هون مكتوب واحد، قيمته واحد فاصلة منقوطة. ما بننسى ابدا اهم شغله هون انه نحن كمان لازم انه نسكر هذه الصفحه، هذه الشيت. بنحسن نقول له هون اكس دوت كلوز، اكس دوت كلوز اسف هون بامكاننا حتى نسكر. طبعا ما راح نسكر صفحه واحده، اسف. نحن من واجبنا انه نسكر الملف ورك كلياته وليس الصفحه. هون work دوت كلوز ودوت دوت كلوز. طبعا قبل ما نسكر يجب انه نحفظ، حتى نحفظ التغييرات نكتب ترو. اذا ما بدنا نحفظ التغييرات نكتب فولس. اكيد نحن راح نحفظ التغييرات والا ما كنا فتحنا الصفحة. طبعا احيانا بيكون فتح الصفحة للقراءة فقط، ما لك بحاجة لانك تحفظ التغييرات فبتكتب فولس. هون عم بقول لي انه انت في عندك ثلاث متغيرات، وفي عندنا ثلاث متغيرات. اول متغير اوبجكت الحفظ، حفظ التغييرات، طبعا بيكون هذا قيمته ترو او فولس. اما المتغيرين الثانيين فما راح ندخل كتير بتفاصيلهم، هن من نفس النوع. فراح نقول له هون تايب، راح نقول له تايب دوت ميسين دوت ميسنج. بنرجع بناخذ القيمة نفسها بنكررها مرتين، لأنه ثلاث متغيرات راح اعتبر المتغير الثاني والمتغير الثالث هو نفسه، وهذا الشيء أبدا ما راح يأثر على العمل. فاصلة منقوطة. بعدين بنقول له انه هون بنكون سكرنا الملف الاكسل، راح نسكر كمان الابلكيشن اللي فتحناه. فراح نقول له اب
دوت كويت. دوت كويت، ما بننسى القوسين هدول. هيك بنكون انهينا العملية. تعال ننفذ البرنامج مشان نتأكد من ذلك. مثل ما كنتم شايفين قبل تنفيذ البرنامج نحن عندنا هذا الملف فيه القيمة 57 محفوظة فيه بالبداية. بنسكره. اهم شغلة انه ما نفتح الملفين بالفيجوال ستوديو بالايد بشكل يدوي سوا. راح لازم نسكر الملف بشكل يدوي بعدين نفتحه من الفيجوال ستوديو. الان بنشغل البرنامج الفيجوال ستوديو صممناه. بنكتب كلمة تنفيذ. نحن حسب ما قبل شوي شرحنا راح يكتب بالخلية هذيك بدل 57 راح يكتب القيمة 1. هاي تنفيذ. هلا اول شي بده يسألني هو وين هذا الملف اللي انت بدك اياه، نفس ما نحن برمجنا قبل شوي. بنقول له هذا الملف موجود بالقرص المحلي F، وهذا هو الملف اللي نحن راح نساوي التغييرات فيه. الخلية رقم A1 او الخلية بالموقع A1 راح نغيرها نساوي قيمتها 1. الان تم الحفظ. طبعا يفضل انه نحن نورجي المستخدم انه تم الحفظ بنجاح. نكتب له هون مسج بوكس وتعالوا نشوف. نفتح الملف هون لازم نشوف القيمة 1. بس مشان نحن المستخدم يستفيد منه يفضل انه بعد ما يتم الحفظ بنجاح نكتب هو الرسالة للمستخدم او نعرض هو الرسالة للمستخدم message box دوت شاو. رسالة بس صغيرة نقول له تم الحفظ بنجاح. وهيك بنكون تعلمنا شلون نغير نتحكم بملفات الاكسل من الوورد. ان شاء الله بالحلقة القادمة راح نشوف شلون بامكاننا نفتح عدة ملفات سوا او عدة صفحات سوا. كل الشكر لكم، يعطيكم العافية.